السلام عليكم أصدقائي ومحبي علم الفراسة ولغة الجسد وتحليل الشخصيات. أهلا بيكم في قناة كشف المستور. النهاردة معانا تحليل وجه البورس ده نمرود ألوني. مش عارف انتوا كل أسماءكم غريبة، واحد اسمه نتنياهو والتاني اسمه نمرود. حد يسمي ابنه نمرود؟ وألواني؟ لا مش ألوان، أنا ألوان كنتوا انتوا اللي كلكم ألوان. فالنمرود ده بيشغل قائد جيش الاحتلال برتبة حلوف، قصدي ألف يعني جنرال. وأول حاجة هناخد بالنا منها إن هو من الوشوش الطويلة. يعني لو رسمنا خط كده وخط كده هنلاقي ان هو وجهه طويل، ولو خدنا كده من الفك للفك هنلاقي ان هو تقريبا عرض الفك مساوي لطول الجبهة. يعني هو وجهه مستطيل مربع، وده من صفاته ان هو بيعمل اي حاجة في سبيل ان يكون ليها مقابل يرضيه. ومن صفاته برضو ان هو بيحب المثالية، ويدعم معانا صفة المثالية دي لو خدنا خط برضو كده تحت الانف هنلاقي ان الاذن عنده نازلة عن مستوى الانف. وبرضه الملمح التالت اللي بيدعم معانا المثالية ان لو تاخد بالك ان عنده جنب الوش مسطح، والناس اللي بيبقى جنب الوش عندهم مسطح ده بيبقى بيسعى وراء المثالية وبيبقى اناني وبيبقى استغلالي. طبعا الجبهة عنده مربعة، فده شخص بيحب التغيير. ولو تاخد بالك برضو ان الجبهة عنده طويلة، فده شخص بيعرف يخطط. ولكن لو تاخد بالك ان برضو عنده هنا الحاجب، الزاوية اللي هنا دي قليلة اوي اوي اوي، اللي هنا دي، فده معناه ان هو مش مسيطر اوي، يعني مش بيعرف يسيطر اوي ومتسيطر عليه من الجيش بتاعه. ولو تاخد بالك برضو في الحواجب هتلاقي ان الطرف ده متدني كده وقريب من العين، وده معناه ان هو عنده نوايا سيئة. عندنا برضو هنا الجفن ده لو تاخد بالك متدلي كده على العين، دي صفة من صفات التضليل. هنا برضو هتلاقيه متدلي كده على العين. وبرضو العين مثلثة لو تاخد بالك برضو في الجنبين، بس هنا الزاوية بتاعة المثلث مش جاية في نص العين، فمعناه ان هو في احتياج للفلوس. واللي بيدعم معانا الصفة دي برضو ان عندك طرف الأذن اللي بارز لبره من هنا ده ومن هنا، ده معناها ان هو شخص بيعرف يجيب فلوس وبيحب الفلوس. وبرضه الصفة دي بتقول لنا ان هو عنده افكار مختلفة عن الافكار الطبيعية للناس عشان يحقق بيها اهدافه، واحنا عارفين طبعا اهدافه المنيلة ب60 نيلة. واللي بيدعم معانا برضه الصفة بتاعة الافكار المختلفة دي ان هتلاقي عنده العينين مش على مستوى واحد. بس هنا طبعا لو تاخد بالك وانت بتبص في وشه كده شايف فتحات الانف بتاعته، فده معناها ان هو كل الفلوس اللي بيجيبها بيصرفها في الهواء، يعني مصاريفه كتير. لو تاخد بالك برضو ان عنده الشحمة بتاعت الاذن ملتصقة في الوجه من هنا ومن هنا، فده معناه ان هو شخصية مش استقلالية، يعني بيشتغل في جماعة في وسط الجيش بتاعه. ولو تاخد بالك ان الانف عنده مسطح في خطين هنا كده مع العرض المتوسط بتاع الأنف ده، لو ربطناها بالملمح بتاع شحمة الأذن هتفهم إن ده شخص موجه من الجيش بتاعه، أفكاره مش من دماغه. وطبعا لو قسنا الطول بتاع الفم عنده، خدنا خطين كده مع الابتسامة السامجة اللي هو مبتسمها دي، فباين إن الفم عنده طويل. ولكن هو من غير الابتسامة دي هتعرف إن الفم عنده قصير، يعني معنى كده إن هو بيتكلم من عقله. مع الشفايف الرفيعة اللي عنده دي والبق لو تاخد بالك لونه نفس لون الجلد بتاعه، فده معناها ان هو ما عندوش مشاعر تجاه اي حد. وبيدعم معانا الصفة دي لو تاخد بالك الجفن السفلي اللي عنده هتلاقيه خط مستقيم هنا وهنا، فده معناه ان هو لا يكن مشاعر للاخرين. وعندك برضو تحت العين هنا في دموع حبسية مع الخط بتاع الحرمان اللي في الجنب العاطفي، ده معناه ان هو مطلعين عينه في الشغل وما يشوفش اهله اصلا. عندنا برضو الاذن هنا بتقول لنا ان هي بارزة هنا وهنا، معناها ان هو شخص انتفاعي وما بيعملش اي حاجة الا بمقابل. والصفة دي زي ما قلنا كانت موجودة في اطار الوجه بتاعه. وعندنا الاذن بتاعته برضو بتقول لنا لو تاخد بالك شايف الزاوية اللي موجودة في طرف الاذن دي، معناها ان هو شخص حذر ومتأهب، يعني دايما بيبقى في وضع استعداد. ولو تاخد بالك ان هنا في الجنب العاطفي عنده فيه اخدود، يعني معنى كده ان هو دبلوماسي في الجانب العاطفي وكل شوية ماشي حاله مع اهله، معلش هاجي بكرة طحنني في الشغل. ولكن لو تاخد بالك في الجانب العملي ما عندوش الأخدود ده، يعني معنى كده ان هو في العمل ما بيتناقش، ما عندوش خد وهات، الحاجة اللي بيقررها هي اللي بتتنفذ. وعندنا برضو الانتفاخ
بتاع العادات والتقاليد ده هنا وهنا معناها ان هو ما بيتبعش اي عادات وتقاليد. وعندنا واحد برضو جابوه من البيت بالملابس الداخلية. مش عارف، انا البتاع ده مضايقني من اول الفيديو بصراحة وعايز اشيله. يلا يا عم 60 ده. وتحيا مصر وتحيا فلسطين ويحيا الوطن العربي. واشكركم لمتابعة الفيديو، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبكش اعمل برضه، ولو ما كنتش لسه اشتركت في القناة اشترك، واترككم في رعاية الله وأمنه.